السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة تاني يوم في السنة الجديدة، كل سنة وانتم طيبين ويتعاد عليكم بخير وأيام بركة وفرحة وبهجة وخير يا رب ورزق لكم، وخلوا لكم ولادكم وبارك لكم فيهم، اجعلها سنة سعيدة على المسلمين جميعا اللهم امين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول، ونعمل النهاردة أحلى صينية مكرونة بالبشاميل اقتصادية من غير لبن. احنا بتوع الحاجة الاقتصادية. هندوروا على 2 كيلو لبن اللي ب70 جنيه. احنا هنختصر المسافة، خليكي معايا لآخر الفيديو هتستفادي. طبعا انا عملت لها تومة كده بطماطم تقلية، بعملها حمرا مش بعملهاش بيضة يا حبايبي. بتديها طعم بعد كده مفيش، ومش حمرا قوي يعني. ودي شوية مكعبات فراخ مقطعة مكعبات، مش فرماها في الكب، مكعبات صغيرة، هسقطها على النار بمعلقة سمنة زبدة او شوية زيت زي ما انت حابة هتعملها عندك. هتبقى عسل وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. المية طبعا بالملح المكرونة وشوية زيت للسليق. طبعا انتوا عارفين الخطوات دي كلها. هنسيب المكرونة تتسلق على ما اللحمة تتعصى والصلصة بتاعتنا طابت، وهنعمل احلى بشاميل من غير لبن. مش هنقفوا على حاجة. عيالك طلبوا صينية مكرونة وما انتش لاقيه لبن، هتعملي ايه؟ تسيبيهم ومش هتلاقي اطعم من كده. مش اي حاجة هنقفوا عليها بقى ونقولوا مش عاملين. طبعا البصلة بالخضار بتاعنا دبلته كده، هحط على بعضه بالفراخ، مكعبات الفراخ ياخد مع بعضه شوية على النار. مش هتنسي حلاوتها والله. تعملها باللحمة بالفراخ. هي دولت 4 معالق سمنة، هنحط عليهم 4 معالق دقيق، هنمصهم تحميصة حلوة كده في الزيت والسمنة بتاعته، او السمنة زي ما انت هتحبي تعمليه، هي تمشي الاتنين زيت او سمنة. رك ما ياخدوا التحميصة بتاعتهم الحلوة دي كده بقى، هنزودهم ايه؟ تخيلوا انتوا كده بقى. جبنا المضرب بتاعنا. تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة يا احلى اخوات واحلى متابعين. متنسوش تعملوا لايك. قال لكم ما تنسوش تعملوا لايك. مية المكرونة، في مية المكرونة هتعملي احلى بشاميل، مش مية عادية، لا مية المكرونة. مش هتقول نشويات وتقيلة ومش عارفة، لا ماهيش وحش، هتاكلي احلى صينية مكرونة بالبشاميل. تنسوش دعوة من قلوبكم وكلمة حلوة تجبر خواطرنا وخواطركم يا احلى اخوات. ده بشاميل ولا مش بشاميل؟ لقيته تقيل شوية زودته تاني. مية المكرونة، والله بمية المكرونة، ما تحتريش على اللبن ولا تدوري عليه على اي محل. هنتصرف وهنعمل. عايزة بقى حاجة دسمة وعاوزة حاجة لولادك حلوة، اغلي لهم اللبن يفطروا بيه كل يوم كوباية كده احسن لهم. وكده مكرونة وكده مكرونة. طبعا جبنا المكرونة انسلقت صفتها، هقلب عليها الصلصة بتاعتي، فبقيت الحبة دول تتحذفوا مني في الفيديو. قلبت الصلصة وحطيت شوية بشاميل على المكرونة في قعر الصينية الفخاء، وحطيت اللحمة وزجتها في الفرن وكملت حطيت البشاميل. واديكوا شايفين الصينية ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، تحفة. بشاميل سايع على وشه وزي العسل، ومعلقة السمنة مخليها حلو لوحده. طبعا بقى تحط لها حدقة زي ما انت عايز على حسب رغبتك. تنسيش تشتركوا في القناة، اعملوا لايك. شايفين البشاميل سايع على وشه وشكله حلو ازاي؟ ما شاء الله، وطعمه والله زي العسل، ما باتتش للت.
والصينية طبعا اللي شايلها لكم سخنة لسه، الدخان طالع منها سايح، كله سايح في بعضه. مفيش احلى واطعم من كده. ويا رب يحسن ما بين ايديكم وما بين عينكم يا حبايبي، وتعملوا الاحسن. هي اهم حاجة اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.